هو انا عشان اتعلم مهاره الجرافيك ديزاين لازم اكون بعرف فوتوشوب؟ ما تبداش في الحاجه اللي هي محتاجه تغطس فيها شويه عشان تعرف تطلع حاجه عدله. يعني في الاول اعتمد على التمبلت، وبعد كده مع الوقت ولما تبتدي تجيب فلوس ولما تبتدي تتاكد ان خلاص هو ده التراك المناسب بالنسبه لك، وقتها اغطس في الحاجه. يعني مثلا لما تيجي تشتغل في جرافيك ديزاين استخدم في الاول ابلكيشن اسمه كانفا فيه ملايين التمبلتس المختلفه لكل التصميمات اللي هتيجي على بالك، ويستحسن طبعا الحاجه دي تبقى تستخدم فيها الاكونت المدفوع اللي انا بقدمه اصلا بشكل مجاني من كورس السبوبه سوا لو اشتركت معايا يعني. ولو طبقنا الكلام دوت على الويب سايت ديزاين، في ناس تقول لك ادخل اتعلم كودنج ومش عارف ايه وتغطس 6 شهور عشان تعمل ويب سايت اصلا شكله مش حلو لان انت لسه مبتدئ ومحتاج لك كام سنه عشان تطلع تصميم محترف. لكن اعمل ايه؟ اعتمد برضو على فكره التمبلتس او فكره القوالب الجاهزه بحيث تاخدها تعمل لها كاستمايزيشن بما يناسب العميل، فاديت له حاجه بجوده عاليه جدا انت ما تعبتش فيها كتير، تصميمها مقبول والعميل مستعد يدفع فيه فلوس. ومع الوقت تبتدي تعتمد اكتر على الحاجات اللي انت هتضيفها بنفسك، لان انت مع الوقت خبرتك بتزيد تكسب فلوس. الفلوس يا جماعه هي البنزين اللي لازم ندخله معانا من الاول، ما ينفعش نصبر 6 شهور وسنه عشان يبتدي يجي لنا فلوس.